زمان كان فيه مزرعة جاموس تهز الأرض، ورثها فتاح الصعيدي وأخواته. فتاح كان راجل قلبه معلق بالسما، كان كل يوم قبل ما الشمس تشقشق يملأ السطول لبن ويفرقها على بيوت الأرامل والأيتام في الناحية، ويقول لإخواته بابتسامة رضا: يا إخواتي، اللقمة اللي تطلع لله هي اللي بتحرس الباقي، والمال اللي يشاركه الفقير عمره ما ينقص. لكن إخواته كان الطمع عمي قلوبهم، كانوا يبصوا للبن اللي طالع ويقولوا بحسرة: انت بتخرب بيتنا يا فتاح، لو عايز تعمل فيها شيخ طلع من جيبك ومالك انت، المزرعة دي للتجارة مش للتكية. ودارت الأيام، واجتمع الإخوة في ليلة غبرة واتفقوا يخلصوا من فتاح عشان يتهنوا بالمال لوحدهم، وبحجة إن الورق في إيدهم ظلموا أخوهم وشق عمرهم وما ادلوش من المزرعة الكبيرة غير 4 جاموسات بس، جاموسات هزيلة وضعيفة، وقالوا له بقلب قاسي: ده حقك وفارقنا بالمعروف، المزرعة الكبيرة لينا احنا وبس. فتاح خد ال4 جاموسات ومشى والدمع في عينه، لكن لسانه ما بطلش يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، الرزاق حي لا يموت. بنى ليهم عشة بسيطة، والغريب يا ناس إن فتاح وهو في قمة ضيقة ما قطعش عادته، كان يحلب الجاموسات ال4 ويطلع نصيب اليتيم والمحتاج قبل نفسه وقبل عياله. ومرت السنين وظهرت آية ربنا، ال4 جاموسات طرح الله فيهم البركة لدرجة تعجز العقول، بقوا 8، وال8 بقوا 20، وال20 بقوا 100، وبقت عند فتاح أكبر مزرعة في البلد كلها، وبقى اللبن يفيد منها خير وبركة لكل المحتاجين. وفي الناحية التانية إخواته اللي طمعوا وظلموا، المزرعة الكبيرة بتاعتهم نشف خيرها، الجاموس مرض والرزق قل والديون كترت عليهم، وعرفوا وقتها إن دعوة المظلوم سهم ما بيخطيش، وإن اللقمة اللي كان بيطلعها فتاح لله هي اللي كانت حامية الدار ومثبتة السقف. وتذكروا دايما حكمة فتاح الصعيدي في الآخر: المال اللي تضلل عليه دعوات الغلابة لا الشمس تحرقه ولا غدر الزمان يطوله. اتقوا الله في الأرحام وصونوا اللي تاجر مع الملك العلام.